هل تعرفون من هي نرجس الحلاق؟ إنها واحدة من أبرز الممثلات المغربيات، ولدت في الرباط سنة 1990 تقريباً، واليوم تبلغ من العمر حوالي 36 عاماً. درست التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط، ومن هناك بدأت رحلتها مع الأضواء. انطلاقتها الفنية كانت عام 2011 من خلال مسلسل صالون شهرزاد، ثم شاركت في المسلسل العربي بيوت في مكة مع المخرج الكبير حاتم علي، وبعدها تألقت في الدراما المغربية عبر مسلسلات مثل ناس الحومة، زين البيار، سلوى والزبير، وأولاد الدرب. أما في السينما فقد تركت بصمتها في أفلام بارزة مثل عاشقة من الريف، غرام وانتقام، كان بغيك حتى أنا، لبس قدك، وأيضا الفيلم الأجنبي The Innocent. لكن شهرتها لم تقتصر على الفن فقط، بل أثارت حياتها الخاصة الكثير من الجدل. فقد تزوجت سابقاً من الممثل مهدي فلان، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة فنة، ثم عادت لتفاجئ جمهورها بزواج ثان سنة 2024، غير أنها اختارت أن تبقي هوية زوجها الجديد في طي الكتمان. بعيداً عن التمثيل، خاضت نرجس عالم المشاريع الخاصة، حيث أطلقت مركز تجميل يحمل اسم ابنتها، إضافة إلى مشروع للملابس التقليدية المغربية. رحلة نرجس الحلاق ما تزال مستمرة، فهل ستواصل التركيز على التمثيل أم ستتفرغ أكثر لعالم الأعمال والحياة الخاصة؟